كلنا شفنا شو حكى المدرب الجزائري وكلنا سمعنا شو حكى، لكن خلينا نكون واقعيين ومنطقيين. اليوم هذا التصريح له دلالات كثير. مبدئيا خلينا نحكي عن مدرب جزائري، والمدرب دائما اصلا من اساسيات كرة القدم ومن اساسيات اي مواجهة بين اي فريقين او منتخبين اللي هو احترام الخصم. فاحترام الخصم يعتبر في كرة القدم هو 50% من فوزك في المباراة. لكن بهذه التصريحات هل بن ذكري فعليا احترم الخصم او احترم منتخب النشامة؟ اكيد لا. اليوم يمكن هذا التصريح لو خرج من مدرب منتخب الارجنتين اسكالوني اللي توج في اخر نسخة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، ممكن اهضم الموضوع واقول حقه. هذا مدرب منتخب توج في بطولة كأس العالم وكان هو مدرب منتخب الارجنتين. لكن مش من المنطق اليوم انا اسمع هذا التصريح من مدرب جزائري هو حاليا مدرب نادي الشباب السعودي. اليوم كرة القدم اكثر سهولة واكثر ايضا. اليوم كرة القدم ما فيها والله اذا انا خسرت امام هذا المنتخب لازم نلغي كرة القدم. كرة القدم ما فيها لا كبير ولا صغير يا سيد بن ذكري، لأنه بالنهاية كرة القدم فيها تفاصيل لا أنا ولا أنت بنعرفها، وما بتعرف شو بصير أثناء المباراة. لذلك أنا بشوف أنه بن ذكري حاول يهاجم منتخب النشامة بطريقة مباشرة، لأن اليوم ما برضو تقدر تنكر يا ابن ذكري أنه منتخب النشامة في السنوات الأخيرة قاعد بيعمل نقل نوعية، فبالتالي في أشياء لازم نحكي عنها ولازم نتطرق لها بخصوص هذا التصريح. لأنه على ما أعتقد منتخب النشامة مش هاي أول مباراة كرة قدم في تاريخه. نعم هي المشاركة الأولى لمنتخب النشامة، لكن مش أول مرة منتخب النشامة بيلعب كرة قدم. اليوم في عنا تطور ملحوظ على مستوى الكرة الأردنية، وأصبحنا من كبار آسيا ورقم صعب في آسيا. حتى أنا حاولت أرجع لتاريخ المنتخب الجزائري وأشوف هل التصريح هذا بتناسب مع ما حققته الكرة الجزائرية، لقيته لا. لأن اليوم أنت مش المنتخب اللي دائما متواجد في كأس العالم. أنت تواجدت 4 مرات، 82 86، غبت بعد هيك ل 2010 2014، بعدين رجعت غبت، واليوم نشوفك في كأس العالم 2026. فبالتالي المنتخب الجزائري تاريخ تأهله لكأس العالم 5 مرات، وأفضل إنجاز له ما كان لو وصوله لدور 8 أو دور 4، هو وصوله لدور 16 في مونديال 2014. حاولت أرجع برضو لسجل المنتخب الجزائري على مستوى أفريقيا. هل المنتخب الجزائري هو مهيمن على أفريقيا؟ لقيت برضو لا، أن المنتخب المصري هو المهيمن على إفريقيا. وكل الألقاب الموجودة في تاريخ الجزائر هم لقبين، لقب عام 1990 ولقب عام 2019. يعني كل 40 سنة قاعد بحقق لقب على مستوى القارة. نعم هناك أسماء كبيرة مرت في تاريخ الكرة الجزائرية، لكن هذا الكلام لا بسمح لك ولا بسمح لغيرك إنك تتجرأ اليوم على منتخب النشامة وتهاجمه بهذه الطريقة وتحكي إذا اليوم منتخب الجزائر ما فاز على منتخب النشامة لازم يوقفوا كرة القدم في الجزائر. هذا الكلام صراحة مرفوض رفض بشكل كبير. واليوم ما تستخف في منتخب النشامة. منتخب النشامة دائما بيكون رده في الملعب، ما بيكون رده في التصريحات أو في السوشيال ميديا زي ما بتعمل أنت. بما أنك مدرب وتملك الخبرة وعندك فعليا أرشيف كويس، لازم تكون تصريحاتك فيها شوية من العقلانية، لأن زي ما حكيت كرة القدم لا فيها كبير ولا فيها صغير. برضو الكرة الأردنية أصبح فيها أسماء كبيرة، والكل بيشهد لتطور الكرة الأردنية من وصافة آسيا لأول منتخب عربي متأهل إلى كأس العالم إلى وصافة بطولة كأس العرب. وبرضو ما ننسى إنه في عندنا مدرب كبير اسمه
جمال سلامي المدرب المغربي اللي بيعرف كل كبيرة وصغيرة عن الكرة الجزائرية، وقادر فعليا انه يواجه المنتخب الجزائري ويحقق الانتصار. وعشان انا اكون معك صريح اكثر، اليوم منتخب النشامة لا يخشى اي منتخب في العالم مهما كان اسمه، حتى لو كان المنتخب الارجنتيني. اليوم احنا في مجموعة الارجنتين والنمسا والجزائر، صدقني مش خايفين انه مثلا ناخذ مركز ثالث، لا احنا قاعدين بنحاول ننافس على البطاقة الاولى، يا بناخذ البطاقة الاولى او البطاقة الثانية. وكأس العالم يا استاذ بن ذكري مش بعيد، وراح نتواجه في دور المجموعات، والنشامة في وقتها راح يكون ردهم عليك في الملعب. وانا من هذا المنبر اليوم بوجه رسالة لمنتخب النشامة، وهذا كلام انا متأكد انه هم بيعرفوه اكثر مني. هم نشامة او نجوم وقادرين على الفوز في اي مباراة مهما كان اسم الخصم. اليوم احنا بصراحة مش بتاخذوا معنوياتكم من جماهير الأردنية، لا، اليوم احنا بنستمد قوتنا ومعنوياتنا من أدائكم الرجولي والبطولي، وأيضا تطور الكرة الأردنية والنجومية اللي موجودة في هذا المنتخب. فتأكدوا تماما بأنه انتم قادرين مش تفوزوا على منتخب الجزائر ولا على النمسا، حتى على الأرجنتين قادرين انكم تعملوا مفاجأة وتفوزوا على حامل اللقب في البطولة الماضية. فابن ذكري وتصريحاته وأيضا استخفافه ومحاولة التقليل من الكرة الأردنية راح يكون الرد عليها في أرضية الملعب مش بالتصريحات. اليوم احنا ما بنحاول نقلل من قيمة المنتخب الجزائري، بل بالعكس نعتبره منتخب منافس وممكن يخطف بطاقة ويتأهل للأدوار الإقصائية. اليوم أنا كأردني مستحيل أقلل من قيمة الكرة الجزائرية وأيضا من النجوم اللي مروا في تاريخ الكرة الجزائرية، لكن بالنهاية كل منتخب يجب أن يحترم. وبن ذكري على ما أعتقد قلل أو حاول يقلل، هو ما بيطلع له قلل ولا راح يقلل أصلا من قيمة شيء إحنا وصلنا له باستحقاق، وهو الوصول كأول منتخب عربي إلى بطولة كأس العالم. واليوم ابن ذكري مش بمكان بصراحة يسمح له انه يقيم منتخب النشامة، لانه على ما اعتقد الكل بيعرف شو هو منتخب النشامة، وايضا مدى تطور الكرة الاردنية في اخر السنوات، ووجود مدرسة مغربية. ويمكن هذا اكثر اشي اللي قاعد بوجع ابن ذكري، انه في مدرب مغربي سيقود المنتخب الاردني في نهائيات كأس العالم، لذلك بيحاول يستفز من الآن نجوم منتخب النشامة. لكن الوعد وأيضا الرد سيكون في كأس العالم وعلى أرضية الملعب. ما بنسمح لأي شخص مهما كان اسمه ومهما كان تاريخه إنه يقلل ولو لشيء بسيط من قيمة الإنجاز اللي حققناه في التأهل لكأس العالم، وأيضا من تطور الكرة الأردنية في الفترة الأخيرة، وأيضا الاعتراف بأنه هذا المنتخب منتخب قوي ومنافس وشرس على واحدة من بطاقات التأهل في المجموعة اللي بتضم الأردن والجزائر والنمسا والأرجنتين. فكلامك سيكون الرد عليه بإذن الله على أرضية الملعب، والرسالة ستصل إلى النشامة، والنشامة دائما زي ما بنحكي قول وفعل مش تصريحات. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك